سؤالي هنا لكابتن عماد النحاس، ليه تريزيجيه طلع في الدقيقه 70 مع انه كان فعال وكان عامل ازعاج؟ انت كده قصيت قوتك الهجوميه في الدقيقه 70. كان الابقاء عليه افضل من الابقاء على بن شرقي، لان بن شرقي واضح ان هو بدنيا كان مش افضل حاجه. برمضان اليوم مش في مستواه، كان دفاعيا وهجوميا ما كانش في مستواه، واتصاب في نهايه المباراه بحاجه عضليه، بشد عضلي، بس مش عارف، ما كانش واضح في اي رجل او ايه هو الشد العضلي اللي جاي. محمد هاني ورمضان بيكهام في اكتر من كوره في الشوط الثاني طلعت غلط وسببت خطوره على النادي الاهلي، كانت ممكن تضيع مجهود فرقه اليوم. المجهود اللي اتعمل اليوم والتحولات الهجوميه والضغط، كل ده كان هيضيع بسبب غلطات جسيمه